If you are asking how to reach a level in English where you can easily communicate with natives and wanna say whatever is on your mind without struggling, and right now I'm not talking about the fluency, by the way, because the fluency is a byproduct, a result, okay, not the target. So if you are asking yourself this question, you're in the right place. In this video, I'm gonna share with you my experience and everything you need to know. So get your coffee and let's jump right in. السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هشارك معاك تجربتي الشخصيه في التحدث باللغه الانجليزيه من شخص خريج مدارس وجامعه حكوميه وتخرج وهو ما يعرفش يفهم كويس انجليش وما يعرفش كمان يعبر باللي هو عايز يقوله بالانجليش، لشخص بفضل الله عز وجل واخد السوبر توتر باج و5 ستار على موقع بريبلي، ودي اكبر منصه تعلم لغات في العالم. في البدايه كده خلينا ندردش مع بعض واقول لك انا مين والباك جراوند بتاعتي ايه عشان تبقى عارف انت بتسمع لمين الاول وما تضيعش وقتك مع اي حد وخلاص على اليوتيوب. اولا انا اخوك محمد حجاج، برودكت ديزاينر واوبسيسد باليو اكس والبيهيفير سايكولوجي والبيزنس والاي اي والمنتورنج وكمان صناعه الفاليو، وده سبب وجودي على السوشيال ميديا. والباك جراوند بتاعتي انا شخص زي عامه الشعب، خريج من مدارس حكوميه وجامعه حكوميه، ومن انا صغير من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي انا من الناس اللي كانت بتجيب الفول مارك في اللغه الانجليزيه، ولكن ده في الاختبارات او في الامتحانات. لما تيجي بقى تكلمني في اي موضوع بالانجليش حرفيا كنت بقلب لبطه بلدي، ما بعرفش اول حاجه ان انا افهم او القط انت بتحاول تقول لي ايه، على الاقل السياق ما كنتش بعرف اعمل ده، ولو قدرت افهم انت عايز تقول لي ايه ما كنتش بقدر اوصل لك او ارد عليك بالانجليش. في البدايه كده يا صديقي عايزين نظبط مع بعض الاول مفاهيم احنا اتربينا عليها وهي غلط. اول حاجه يعني ايه لانجويج؟ يعني إيه انت تيجي تقول لي حجاج انا بقيت اعرف اتكلم انجليش، انا عندي لغه تانية اسمها انجليش. يعني ايه لغه تانية؟ اللغه باختصار يا صديقي هي tool of communication. ليه بقول لك الكلام ده؟ لان في ناس عايشين معانا مش هيسمحوا لك ان انت تقول على نفسك ان انت بتتكلم لغه تانية بجانب لغتك الام الا لو انت كنت تنين في اللغه دي، وده مش صح. tool of communication معنى الكلام ده يعني انت محتاج اللغه دي لو انت قدرت توصل لمستوى تفهمني انت عايز تقول ايه بالانجليش، ولما انا اجي اكلمك او ارد عليك انت مستوعب انا بقول ايه، ابشر انت كده عندك لغه. الحاجه الثانيه وهي الفلونسي، الطلاقه. يعني ايه طلاقه وليه احنا فاهمينها غلط؟ الطلاقه هي مش تارجت ابدا. الطلاقه هي بتيجي نتيجه للممارسه بتاعتك. طب هتقول لي امال لو الطلاقه هي مش هي التارجت، امال احنا لو بنتعلم اللغه ايه المفروض يبقى التارجت بتاعنا؟ هقول لك هي المفروض التارجت بتاعنا يبقى حاجه اسمها الافكتيف كوميونيكيشن او التواصل الفعال. شفت المثال اللي لسه ضربه لك من شويه؟ ان انا بقول لك لو انت بتكلمني في موضوع او عايز تقول لي حاجه بالانجلش وقدرت توصل لي اللي انت عايز تقوله بالانجلش بالفوكابلري اللي انت عارفها وباللي عندك، ولو انا قدرت افهمك وقدرت ارد عليك، ده اسمه كده effective communication. وكل ما يكون التواصل او الكونفرسيشن اللي حصلت دي اوضح ليا وليك كل ما ده يبقى effective اكتر. وليه حابب اقول لك واوضح لك الفكره دي من بدايه الفيديو؟ لان تعال نتخيل مع بعض كده الاثنين بيتعلموا نفس اللغه. تعال نتخيل ان هو الانجليش برضو، واحد منهم مركز او حاطط التارجت بتاعه هي الطلاقه، ان هو عايز يبقى يعني توب في كل حاجه، في الاكسنت، في الفوكابلري، في الجرامر، في كل حاجه عشان يبدا ان هو يمارس اللغه. وواحد تاني هو بس كل هدفه انه يعرف يوصل اللي هو عايز يوصله او اللي هو عايز يقوله بطريقه واضحه، ولما يترد عليه هو يقدر يفهم الرد ده ايه. بس كده. ده حرفيا الفرق بينهم زي الفرق بين السماء والارض. واحد مش هيتحرك من مكانه ومش هيكمل من اللغه دي وهيتقفل منها وهيوقف تعلم، والتاني بالعكس هو هيفضل مستمتع لانه بكل خطوه بيمشيها في اللغه هو بيستفاد منها، لان هو في الاصل مركز على الممارسه، والممارسه دي هتعمل له حاجه اسمها evidences او ادله، والادله دي او الايفيدنسز دي هتخلق عنده حاجه اسمها confidence. فالكونفيدنس هيبقى عنده او هيتولد عنده حته الافكتيف
كوميونيكيشن. فهيفضل مستمر في الممارسه، وهيتفاجئ بعدين بعد فتره ايا كانت المده بتختلف من شخص للتاني ان هو وصل ان بقى فلوينت في الانجليش. انا يا صديقي كنت واحد من الناس اللي كنت متاكد ان الجامعه او المدارس الحكوميه بتاعتنا او النظام التعليم ككل مش هو اللي هيعلمنا السكيلز اللي احنا محتاجينها في الحياه. ولكن برغم ان انا كنت عارف ده وبحاول اشتغل على نفسي في الانجليش، ولكن كنت بشتغل على نفسي غلط. وانا هنا دلوقتي حاجه اقول لك حرفيا ايه افضل طريقه لتعلم اي لغه مش بس انجليش. وبما ان انا حاليا كمان بشتغل بجانب ان انا برودكت ديزاينر، انا كمان بحب المنتورنج، فشغال از توتر او منتور على بريبلي. وزي ما قلت لك انا حاليا وبقالي يمكن 6 شهور الحمد لله انا واخد السوبر توتر باج. اقدر اقول لك بما ان انا بعلم على المنصه ديت حرفيا الاربع ستيبس او الاربع خطوات او الاربع افكار اللي انا هقولهم لك دلوقتي دول افضل طريقه لتعلم اي لغه بلا منازع. فخلينا نبدا الاول باتنين مهمين جدا، وهي حاجه اسمها الاكتيف ليسننج والفاست بروسيسنج. خلينا نمسكهم واحده واحده. يعني ايه اكتيف ليسننج؟ ودي مش معناها ان انت تبقى مركز في الكلام بس. هو صح انت المفروض ما تبقى محتاج انك تركز في الكلام اللي انا بقوله مثلا بالانجلش، ولكن مش ده حرفيا المقصود. المقصود بيه يا صديقي هو ان انت تبقى فاهم السياق او الكونتكست بتاع كل الرغي اللي انا برغيه مثلا بالانجلش. وخد بالك يا صديقي انا بقول لك انك تفهم الكونتكست او السياق بتاع الرغي بتاعي، مش كل كلمه في كلامي. وهنا فرق كبير جدا. الناس اللي بتعرف تعمل اكتيف ليسننج هي ما بتركزش في كل كلمه بتتقال، لا هي بتسمع كل كلامك، وفي كلمات معينه اللي انت فيما بعد هتتعلم ازاي تعمل عليها ستريس. هو هنا بيلقط الكلمات اللي عليها ستريس دي وبيفهم الكونتكست. تمام؟ خلينا اديك مثال عملي دلوقتي معايا. لو انا جيت قلت لك believe me you can do it, you just need to practice English, and before practicing you just need to have some knowledge and then practice. And step number 3, just repeat now step number 1 and step number 2. That's it. Everybody right now can speak English. Do that, so you can also do it. Believe in yourself and also I believe in you. دلوقتي انت تقدر تفهم ايه من الكلام اللي انا قلته ده كله؟ هما حاجتين، انا بديك نصيحة وبشجعك بس كده. فانت بقى دلوقتي هتعمل ايه؟ هندخل دلوقتي حالا على النقطة الثانية اللي هي حاجة اسمها فاست بروسيسنج، ان انت تفهم اللي انا بقوله بشكل سريع. وعمرك ما هتقدر تفهم السياق او معنى اللي انا بقوله الا لو انت مركزتش في كل كلمة بتتقال، انك تركز في السياق ككل. فدلوقتي لو جينا على الفاست بروسيسنج وجيت نطبق المفهوم ده على اللي انا قلته، هتفهم ايه؟ زي ما اتفقنا ان انا بقول بدي لك نصيحة وان انا بشجعك على اللغة. فانت هيحصل دلوقتي عندك ايه؟ عايز ترد بقى، خلاص انت فهمت ان انا بدي لك نصيحة وبشجعك. فهتبدأ دلوقتي ان انت عايز تقول لي مثلا شكرا على نصايحك، ومثلا اوعدك ان انا هحاول اعمل ده. فاهم قصدي؟ وهتشكرني على نصايحي وهتشكرني على مثلا تشجيعي ليك. فممكن تقول ازاي؟ ممكن تقول لي مثلا thank you so much for your مثلا words or kind words، اي حاجه زي كده. فانت هتشكرني، بعدها هتقول لي مثلا I promise you I will try، اي حاجه فيها promising يعني عامه. فاهم قصدي؟ فانت في اللحظه دي عملت ايه؟ الكونفرسيشن اتقفلت بالنسبه لك. انت فهمتني بالاكتيف listening، ان انت ركزت على الكونتكست بتاع كلامي مش كل كلمه في كلامي. ده الاكتيف ليسننج. بعدها بتعمل حاجه اسمها فاست بروسيسنج، هتترجم كل اللي انا قلته ده هو يقصد ايه بيه، زي ما عملنا في المثال بتاعي ان انا كنت بدي لك نصيحه وبشجعك ان انت تبدا تعلم في اللغه. نفس الكلام بقى هيحصل معانا في ان انت لما تيجي ترد. هنا بقى محتاجين حاجه اسمها شانكينج او الجمل. انت محتاج تبقى حافظ، مش حافظ، انا بحب اقول عليها ان انت تبقى فاهم السياق ده هيترد عليه ازاي. زي ما اتفقنا في السياق بتاعنا انت كنت محتاج انك تشكر وتوعد، تشكرني على نصايحي وعلى تشجيعي ليك، وتوعدني ان انت هتحاول مره تانية. خلاص؟
فانت هنا محتاج بس تبقى فاهم مثلا جمله في البروميسنج، مثلا في الوعود، ازاي توعد جمله واحده حتى على الاقل بالانجلش. ازاي تشكر بالانجلش، ازاي تعتذر بالانجلش، ازاي مثلا تقدم نفسك مثلا بالانجلش. كل دي عباره عن يعني جمل. ازاي تقول الجو حلو النهارده، الجو وحش مثلا، انا النهارده يومي سيء او يومي وحش، انا متضايق النهارده، انا مبسوط، انا زعلان. كل ده دي مش كلمات، دي جمل. فكل ما تحفظ جمل اكتر، كل ما يحصل ايه، هيبقى عندك ردود اوسع واشمل واسرع. ولو ركزت يا صديقي هتلاقي ده بالظبط اللي احنا بنعمله في العربي. انت ما بتقفش بتفكر انا هحط الكلمه دي على الكلمه دي واكون جمله مثلا، او انت بالظبط لما تيجي تبص على وضعنا احنا في مصر يعني، او بنتكلم لغه عربيه كاللغه الام بتاعتنا، ده بالظبط اللي احنا بنعمله. انت دلوقتي انت بتسمعني في الفيديو، انت بتعمل حاجه اسمها الاكتيف ليسننج. انت مستحيل تكون مركز في كل كلمه انا بقولها، مستحيل. انت ولكن بتفهم السياق ككل بسرعه جدا، فبالتالي مش بتبقى محتاج تركز انا قلت ايه بالظبط، الا بقى لو انت قاصد يعني، انت فاتح الفيديو مثلا وعايز تركز معايا في كل كلمه، دي حاله مختلفه. لكن في العموم احنا ما بنركزش مع كل حاجه. والدليل على ده، انت ممكن تكون بتعمل شيء مثلا وانا مثلا قلت لك حاجه او طلبت منك حاجه مثلا، انت بتفهم بسرعه قوي انا عايز ايه منك من غير ما تركز هو انت قلت ايه بالظبط يا محمد، ممكن تعيد تاني. ده ما بيحصلش. ونفس الكلام برضو في الفاست بروسيسنج، ان انت بتترجم بسرعه انت المفروض تقول ايه، او هترد عليا تقول لي ايه بالعربي. احنا كل ده بنتكلم في العربي في لغتنا الام. ونفس الكلام برضو احنا مش حافظين كلمات، اللي هي حته الشانكينج، او انت محتاج تبقى حافظ جمل بالانجلش عشان تقدر ترد بشكل اسرع واعمق، بدل ما يبقى شكلك مثلا انت لسه مثلا بتكون جمله بتحط كلمه على كلمه. لا، ما تحفظش كده ابدا. خليك دايما عندك جمل جاهزه، حاجه كده زي الاستامبات مثلا، او الاكزامبلز الجاهزه، او التمبلتس الجاهزه. تمام، دي هتسعفك جدا. دلوقتي يا صديقي بعد ما قدرت تفهم يعني ايه اكتيف ليسننج وازاي احنا بنستخدمها حتى في لغتنا الام، والاجانب نفسهم هم بيعملوا كده، بيعملوا حاجه اسمها اكتيف ليسننج، وكمان بعدها فهمت يعني ايه فاست بروسيسنج، وبعدها عرفت وايقنت ان حفظك للجمل هو سبيلك الوحيد للنجاح في اي كونفرسيشن بالانجلش او اي لغه ثانيه. رابع حاجه وهي الشادوينج. عشان تقدر تطلع الشانكينج دي او الجمل اللي انت هتحفظها كتمبلتس جاهزه في سياق في محادثاتك، انت محتاج تعرف تطلع الجمل دي ازاي عشان تبقى بشكل اعمق واوضح للشخص اللي هيسمعها منك. يعني هديك مثال عملي. لو جيت قلت لك مثلا، او انت عايز تقول بالانجلش don't say that ever again. don't say that ever again. لو انت مثلا جيت قلتها مثلا بالشكل ده don't say that ever again، في الاغلب الشخص ممكن يفهمك، ولكن بشكل ما هيحصل لخبطه، او هيطلب منك انك هيقول لك عيد تاني لو سمحت، can you say it again. انا مش عايزك توصل للمرحله دي، بالعكس. الشادوينج بقى مش معناه انك تشغل حد في الفيديو وانك تعيد وراه، ده فعلا شكل من اشكال الشادوينج، ولكن في اشكال كتير جدا من الشادوينج في ناس كتير قوي ما تعرفهاش. زي مثلا اللي انك تتكلم او تعيد مثلا كوبليه من موسيقى مثلا، برغم ان الموسيقى حرام، بس يعني مثلا جمله معينه عجبتك، زي مثلا الجمله اللي انا لسه قايلها لك دلوقتي don't say that ever again. دي معناها ما تقولش الحاجه دي مره تانية ابدا، دي معناها بالعربي. فتعالوا نتدرب عليها مع بعض. فانت هتقول ايه مثلا don't say that ever again. 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 هتلاقي مع الشادوينج مع الممارسه عليه هيوصلك لحاجه اسمها اللينكينج، انك بتلينك الكلام بتاعك. ما بتقولش don't say that او don't say that ever again بالهدوء ده، لا، هتلاقي نفسك بتقولها بالسرعه دي. don't say that ever again. don't say that ever again. اوكي، فدي كده الخطوه الرابعه معاك، وهو الشادوينج، ولكن مش بالشكل التقليدي اللي الناس عارفاه، انك تفتح فيديو وتقلد ورا شخص معين. لا، انا عايزك تعمل الشكل الثاني من الشادوينج. اوكي، واخيرا خليني اشارك معاك بقى انا القصه نفسها بتاعت الانجليش او التحدث بالانجليش جه معايا ازاي. فبمنتهى الصراحه انا مستواي في الانجليش ما اتطورش الا لما بدات على منصه بريبلي. يعني ايه؟ يعني لما بدات اشرح. ولكن ابقى صادق معاك، انا كنت بحب الشرح من زمان قوي، فكنت مع نفسي احيانا، مش دايما يعني، ما كنتش مستمر،
كنت بحب اشرح حاجات مع نفسي ولنفسي بالانجلش. وبصراحه حته انت تشرح حاجه انت بتحبها لحد مختلف او حتى لنفسك، صدقني دي هتوصلك لمستوى مرعب في الافكتيف سبيكينج مش الفلونسي. تمام؟ فاللي حصل معايا بالظبط هو ان انا لما بدات ادي حصه مع الثانيه مع الثالثه على بريبلي، حصل معايا اللي هو الافكتيف كوميونيكيشن اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في البدايه خالص. وابقى صادق معاك، انا يعني ما يهمنيش ابدا ان انا اوصل للطلاقه، لاني واثق في الله عز وجل ان انا كده كده هوصل لها. بس هوصل لها ازاي؟ كنتيجه. انا مش حاطط ستيبس معينه عشان اوصل للطلاقه، لا، انا الحمد لله طالما ان انا قادر افهم الانسان او النيتيف سبيكرز لما بيتكلموا، وقادر ان انا اوصل لهم انا عايز اقول ايه بالانجلش، انا مش هاممني غير ان انا اوصل لليفل اللي هو اسمه الافكتيف او المور افكتيف كوميونيكيشن. عايز اوصل لمستوى ان انا لما اقول كلام بالانجلش ما حدش يطلب مني ان انا اقوله مره تانية، فيبقى كلامي واضح على قد ما اقدر، واضح في الفوكابري، واضح في الاكسنت. تمام؟ فاللي انا عايز اقوله لك بس ركز على قد ما تقدر على الممارسه، حتى لو مع نفسك زي ما اتفقنا، وحته الشادوينج اللي احنا اتكلمنا عليها. ما تركزش ابدا ان انا لازم اكون واصل لمستوى معين عشان اقدر اتكلم مع ناس او اشرح لناس حاجه معينه، لا. ولو عندك فرصه ان انت تشرح لحد حاجه بالانجلش، وارجع اقول لك حتى لو ما عندكش حد ممكن تعمل ده مع نفسك، مفيش مشكله، بس هيبقى افضل لو انت شرحته لحد، لان الحد ده خصوصا لو شخص يعني سوي وبيحبك هيدي لك فيدباك. الفيدباك ده هو حرفيا الوقود بتاعك، البنزين بتاعك، هتاخده وتطور بنفسك. مثلا هيقول لك بص بصراحه يا احمد انت الاكسنت هنا عندك ما كانش افضل حاجه، بص خد بالك انت بتتكلم بسرعه قوي مثلا، خد بالك ان انت على الجرامر عندك بدا ايه يبوظ مثلا. وحاجه اخيره برضو من الحاجات اللي انت ما تركزش عليها ابدا، اوعى تركز فيها، هي الجرامر والرايتنج. لو انت بتحب القراءه عامه ممكن اقول لك تمام قشطه مفيش مشكله، ممكن تقرا حاجات بسيطه، ولكن لو سمحت ركز على الاربع حاجات اللي انا قلتهم لك: الاكتيف ليسننج، والفاستنج بروسيسنج، انك تفهم السياق مش كل كلمه، وتعمل حاجه اسمها بسرعه انك تفهم الشخص ده عايز يقول ايه او ايه التوبكس اللي هو بيتكلم فيها. تمام؟ وثالث حاجه وهي التشانكينج او الجمل، ان انت تبقى حافظ او فاهم جمل معينه، ما تستناش انك تتزنق في موقف وانت مش عارف او مش محضر له جمله معينه، دي هتسعفك جدا. واخر حاجه وهي الشادوينج، ولكن مش بالشكل التقليدي، بالشكل اللي هو بيبقى فيه تفاعل اكتر حتى لو مع نفسك. بس كده. وكده احنا وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون كان مفيد ليكم، ولو عندكم اي سؤال تقدروا تكتبوا لي في الكومنتس وان شاء الله هرد عليكم واحد واحد. وكمان عايز اذكركم بحاجه، كود جميل جدا وهو practice makes perfect. ما قالش studying، ما قالش اي حاجه تانية، ولكن practice. فلو سمحت ما تحشرش نفسك في حته الكورسات او ما تحشرش نفسك في الفيديوز او في اي حاجه. اتعلمت مثلا جمله جديده، حاول احشر الجمله دي في حياتك باي شكل من الاشكال. تمام؟ وفي اخر كل فيديو زي ما اتفقنا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم.